الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لا نزال ننتظر من خادم الحرمين الشريفين أن يصدر أيضا قرارات في نفع كل من يسكنون في هذا البلد المبارك من إخوة لنا هم ليسوا سعوديين لكنهم ولدوا في هذا البلد أو أقبلوا إليه وسكنوا الآن فيه سنوات، وربما إلى الآن الواحد لا يستطيع أن يتملك بيتا، أو بينه وبين الكفيل مشاكل متعددة، والكفيل يتعامل معه كأنه سيد يملك عبدا مملوكا رقيقا اشتراه بيده، فيعامله بأنواع الظلم والحيف والقهر، وهو لا يملك إلا أن يسكت لأن النظام لا ينفعه ولا ينصره. فنحن نطالب أيضا بأن ينصر أمثال هؤلاء، بأن تحسن أوضاعهم، بأن يوقف معهم، بأن تحسن الأنظمة التي تظلمهم، وأن تحسن هذه الأنظمة وأن يوضع شيء من الحق لهم. وأيضا لا يكفي فقط أن يعطى فقط الموظفون الرسميون السعوديون أن يعطوا بزيادة في الرواتب أو أن يعطوا مكافآت، إنما أيضا الذين ليسوا موظفين رسميين، والذين أيضا هم إخواننا وليسوا سعوديين وهم يسكنون في هذا البلد، فإن الرواتب إذا زيدت زاد على إثر ذلك بالطبيعي جدا، زاد على إثر ذلك المواد الغذائية وزادت غيرها من الأمور. فالذين زيدت لهم في الرواتب لا يؤثر عليهم ذلك، لكنه يؤثر على الذين لم يتغير رواتبهم، وربما يمضي عليهم الشهر والشهران والثلاثة وهو لم يستلم راتبه أصلا. فنحن ننادي أيضا خادم الحرمين إلى أن يعم بإحسانه ولطفه أن يعم أمثال هؤلاء من إخواننا. ونحن لله الحمد في بلد غني، مملكة فيها ثلث المخزون من النفط في العالم، وهي من أقوى بلدان العالم، لا في السياحة الدينية من يأتينا معتمرا وحاجا، ولا من ناحية بيع النفط ولا البتروكيماويات ولا غير ذلك. فما دام أن الله تعالى أنعم وتفضل وتكرم، فلماذا لا يعم هذا الخير كل من يسكن معنا على أرض هذا البلد الطاهر، لتتكرر الدعوات بنشر الخير والصلاح والتقى. يا جماعة، إذا كان عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى رجلا يهوديا يسأل الناس يشحذ، قال له: أنت ما تشتغل؟ قال: لا، ما أستطيع أني أشتغل، كبير في السن. فأمر له عمر بعطاء من بيت المال، يهودي ويقول عزير ابن الله ويد الله مغلولة، ومع ذلك يصرف له عمر: ما دام تسكن معنا في بلدنا مرحبا، يصرف له عطاء من بيت المال. فإخواننا الذين يسكنون معنا يجاوروننا في بيوتنا، يصلون معنا في مساجدنا، يتكلمون لغتنا، يشاركون في عاداتنا وفي تقاليدنا، يحملون همنا، يهمهم أمننا، هؤلاء ينبغي لنا أن نلتفت إليهم وأن يعمهم الخير كما عم غيرهم. أولا أن نرفع عنهم ظلم الكفلاء إن كان هناك شيء من الظلم، وأيضا أن يعموا بشيء من العطايا والمال، لعل الله تعالى أن ينفع الأمة بذلك بالإحسان، وما تنفق من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولا يفوتني أخيرا أن أدعو لإخواننا في ليبيا، وندعو والله بكل ألم لإخواننا في درعا في سوريا، وأن ندعو أيضا لإخواننا في البحرين بأن يحفظهم الله من كيد الرافضة أعوان المجوس، وأن ندعو الله تعالى لكل من يحمل هما أو يذوق ظلما، هؤلاء لهم حق علينا في أن ندعو لهم وأن نقف معهم بما نستطيع. ونسأل الله تعالى أن يفرج عن المسلمين في كل مكان، أسأل الله أن يفرج عن المسلمين في كل مكان، أسأل الله أن يفرج عن المسلمين في كل مكان. اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم أبعد عنهم شرارهم يا قوي يا عزيز. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا في اليمن، اللهم اجمع كلمتهم على أحبهم إليك وأكثرهم طاعة لك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوالهم في ليبيا، اللهم وفي سوريا وفي البحرين وفي مصر وفي تونس وفي كل أرض من أرضك، وفي فلسطين والعراق وكل أرض من أرضك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين.
اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، سائر ولاة أمور المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.